مصيبة وحطت على كل مستخدمين ماي كلاود. الجهاز اللي اشتريناه عشان نخزن فيه كل معلوماتنا وتكون في مكان آمن جدا في البيت وبره البيت. من اي جهاز من بره البيت نقدر ان احنا ناكسس على الملفات دي ونخش نجيبها، والاهم من كده ان المفروض انها تكون نسخة احتياطية آمنة لكل ملفاتنا. المصيبة اللي حصلت انه من يوم السبت الخدمة توقفت تماما. اللي ما يعرفش ايه الجهاز ده هتلاقي في الانفورميشن فوق شرح عن الجهاز ده بيشتغل ازاي وايه هي وظيفته. لكن سريعا كده هقول لك احنا بنجيب الجهاز ده ليه. لو انت شخص بتصور بموبايلك كتير وعندك داتا كتير كلها ديجيتال، فانت بتضطر تجيب هارد اكسترنال سعته كبيره وتقدر تاكسس عليه من بره. يعني ايه تاكسس عليه من بره؟ يعني انت لو موصل الجهاز ده وحاطط فيه كل صورك وملفاتك وفيديوهاتك وشغلك وكل حاجه حطه في البيت، فهو يعتبر في مكان امن. مش موبايل ممكن يهنج ولا يتسرق منك ولا تضيع كل المعلومات معاه. مش لابتوب ممكن يجيله فيروس ولا حاجه وكل المعلومات اللي عليه تتشال. وفي نفس الوقت من اي مكان تقدر من موبايلك تخش عليه وتشوف كل فيديوهاتك وصورك وكل مستنداتك وملفاتك وشغلك وكل حاجه. انا بالنسبه لي بما اني بحب اصور كل حاجه وبعمل فيديوهات كتير، فلازم احتفظ بفيديوهاتي على هارد ديسك اكسترنال واقدر ان انا اكسس عليه، اقدر ان انا ادخل عليه من اي وقت وفي اي مكان، اقدر ان انا اخش عليه في اي وقت واي مكان واجيب منه الفيديوهات او الصور او المعلومات اللي انا عايزها في اي وقت. ماي كلاود وماي كلاود هوم هو الحل اللي بيديك ده. في جوه هارد ديسك بمواصفات معينه بيتوصل بالنتورك زي ما حضراتكم شايفينه وبياخد باور وبيتحط في اي حته في البيت، ويقدر كذا شخص من افراد العيله عندك ان هم ياكسسوا عليه. ولو انت في منشاه او في شركه، الماي كلاود تقريبا بيحل محل السيرفر، تحط عليه الملفات بتاعتك تستخدمه كباك اب او ممكن تحفظ عليه ملفاتك وكذا يوزر يقدر ان هو يخش بصلاحيات معينه. راجع الفيديو اللي في الانفورميشن فوق وانت هتعرف بالتفصيل ازاي انا شغلته قبل كده. نرجع بقى للمصيبه اللي حصلت يوم السبت اللي فات. يوم السبت اللي فات جاي بخش عادي من الايباد بتاعي على الجهاز ده عشان اطلع معلومه معينه من جوه واطلع فايل، يعني عايز اتفرج على فايل معين كان موجود من الابلكيشن الخاص بماي كلاود. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي شاشة الايباد قدامكم طلع لي no connections enabled for the client. مفيش اي اتصالات او مفيش اي اتصال مفعل للمستخدم. طب ايه الكلام ده؟ عملت تراي اجين ودخلت ساين ان تاني، مفيش اي حاجة، برضو نفس الرسالة بتطلع. دخلت عملت create account وقلت continue، قلت اجرب بس مش اكتر. طلع لي connection not found for the client، يعني مفيش اتصال لاقيه عشان الكلاينت ده. بصراحه استغربت، قلت اخش من كروم على الويب سايت بتاعه اللي هو mycloud.com. لقيت طبعا الموقع شكله اتغير وستيتس ومش عارف ايه، حاجه غريبه قوي. يا جماعه فين اللوجن؟ طب لوج ان ماي كلاود هوم، لان ده ماي كلاود هوم. طيب اخش على home.mycloud.com، قال لك 503 service temporarily unavailable. في الحقيقه سبت يوم السبت وسبت كل حاجه وقلت يمكن يكون في تكنيكال ايشوز كده في الانترنت ولا في الموقع بتاعهم في اي حاجه، مش مشكله اكيد هيحلوا الموضوع سريعا يعني. المهم دخلت النهارده 7 ابريل، دخلت لقيت بقى التحديث الظريف ده بيقول يعني ان انت مش هتقدر تخش على الجهاز بتاعك ده وتصفح ملفاتك عن طريق الانترنت وعن طريق الابلكيشنز والموقع وكل الكلام ده. تقدر تخش بس من اللوكال اكسس. اللوكال اكسس ايه؟ الجهاز ده اصلا مش لوكال اكسس، الجهاز ده اصلا لازم عشان تاكسس عليه لازم يكون في انترنت عندك. طبعا دي غريبه. هم مضمون الكلام كله ان هم فعلوا ميزه اللوكال اكسس للجهاز ده، بقت عادي انت تقدر تخش. الله، هو كان في مشكله يا جماعه كبيره؟ كان في مشكله كبيره، بس على الموقع الالكتروني بتاع الجماعه بتوع ويسترن ديجيتال ماي كلاود مش قايلين اي حاجه. هم قايلين ان هم عندهم مشكله فنيه وبيحاولوا ان هم يحلوها في اسرع وقت ممكن، وتقبلوا اعتذارنا يا جماعه واحنا اسفين واحنا مش عارف ايه. طب يا عم ايه المشكله؟ انا بصراحه دورت ما لقيتش ان في اي مشكله، ولكن في اخبار قد تكون سيئه ان شبكه ماي كلاود تعرضت للاختراق. انا بصراحه لحد دلوقتي ما عنديش معلومات اكيده ان هي تعرضت للاختراق ولا لا، ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولكن ده مقال انا قريته من ضمن مقالات على الانترنت اللي هي بتقول ايه سبب المشكله اللي طولت دي من يوم السبت داخلين في اسبوع ولحد دلوقتي المشكله ما اتحلتش. وهم عملوا لك حل بديل، انت تقدر تخش عن طريق اللوكال اكسس تشوف الملفات بتاعتك يعني بس داخليا، لكن انت ميزه ان انت تشوف الملفات من بره
دي مش موجوده. جرائيه يا ويسترن ديجيتال، ده انتوا شركه قديمه يعني ايه تتعرضوا للاختراق؟ وهتعوضونا ازاي كمستخدمين لمنتجاتكم اللي المفروض انها مش رخيصه غاليه؟ هتعوضونا ازاي عن اضطراب الخدمه اللي ممكن تكونوا تعرضتوا للاختراق؟ يعني ايه تعرضتوا للاختراق؟ يعني في ملفات عندي ممكن تكون اتسحبت، اتاخد منها نسخه، اتمسحت، الله اعلم. انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش على اللوكال اكسس عشان اشوف انا ملفاتي ايه وضعها. طيب بعيدا بقى عن الكلام ده كله، خلينا نتقبل الوضع زي ما هو كده، ونحاول ان احنا نخش بقى على الملفات بتاعتنا داخليا عن طريق الشبكه. قال لك لازم يكون الجهاز المتصل على نفس الشبكه، وهنديك شويه تيبس كده تخش عليها. انا هشرح لكم دلوقتي ازاي تقدروا تخشوا على الاجهزه بتاعتكم باللوكال اريا كونكشن او اللوكال اكسس للناس اللي هي تمتلك الجهاز ويسترن ديجيتال ماي كلاود وماي كلاود هوم. وربنا يستر والمشكله دي تتحل في اسرع وقت، وربنا يستر اكتر ما تكونش فعلا تعرضت للاختراق وتكون ملفات من عندنا راحت، وتكون دي بس مجرد اشاعات، ويا رب تكون انها مجرد اضطراب في الخدمه بس. طيب انا هروح اوصل بقى الجهاز ده مكانه تاني في الشبكه والكهرباء، ونرجع مع بعض كده على جهاز الكمبيوتر نشوف ازاي هنقدر ناكسس على الماي كلاود هوم عن طريق اللوكال اريا كونكشن. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. يلا بينا نشوف ازاي بقى هنقدر ناكسس على الملفات دي داخليا زي ما قلنا قبل الفاصل. زي ما حضرتك مش عارفين كده ان هو بيقول لك ان في مشكله الرقم 8 انه البراوزر بتاعي متصل بالدبليو اي اف، والدبليو اي اف مش قادر ان هو يتصل بالهوست. هنا من موقع ويسترن ديجيتال قال لك في instructions to enable local network access on my cloud home، لان my cloud home اصلا المفروض ان هو ما بيتصلش بالشبكه الداخليه، لان هو ببساطه دايما كل اتصاله بيكون عن طريق الفيريفيكيشن بتاع الانترنت. لازم تكون انت متصل بالانترنت والجهاز نفسه متصل بالانترنت مش الشبكه الداخليه. ولكن في الحاله دي احنا لازم بقى نلاقي حل بديل لحد ما الجماعه يصلحوا لنا الفيريفيكيشن بتاع الانترنت او الاكسس من بره. فمن جوه هنقدر نخش ازاي؟ زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات ان احنا ازاي بنشوف الكاميرا بتاعت الاي بي، نشوف الاي بي بتاعها ازاي عن طريق ان احنا بنخش على صفحه الراوتر. هنعمل نفس الكلام بالظبط 192.168.1.1. هنخش على الراوتر بتاعنا اللي عارفين طبعا اليوزر نيم والباسورد بتاعه. خش كده على الشبكات هنلاقي فيه ماي كلاود اهو مشرف معانا، هو طبعا متوصل باللان 2 زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات هتلاقوه في الانفورميشن برضه يا جماعه. الاي بي هو 192.168.1.12، فاحنا هنخش بقى هنا 192.168.1.12. وهنا والاول مره لما تيجي تدخل الاي بي بتاع الماي كلاود يفتح لك صفحه ثانيه جديده كده اسمها ماي كلاود هوم داشبورد. هنا انت حتى لو مش متصل بالانترنت اصلا، بس انت على نفس الشبكه تقدر انت تخش عن طريق الداشبورد بتاعه الماي كلاود هوم بان انت تدوس على ساين ان هنا، وهنا طبعا هتكتب الايميل بتاعك والباسورد، وكده تقدر تاكسس لوكالي على الهارد درايف بتاعك اللي هو بقى اكنه هارد اكسترنال. خلاص بقى ميزه ان هو ماي كلاود خلاص اتلغت. دلوقتي انت بس بتاكسس، مجرد بتاكسس داخليا اكنك موصل الهارد ده باليو اس بي. هنا بقى قال لي ده اليوزر بروفايل بتاعك وانت عايز تعمل اللوكال نتورك اكسس. طبعا هقول له لان انا ما عنديش حل تاني. هنا بيقول لي اللوكال نتورك اكسس سيت اب لوكال اكسس كريدنشالز تو اكسس يور كونتنت، يعني عشان تاكسس لازم تعمل يوزر نيم وباسورد جداد. فطبعا هعمل انا اليوزر نيم والباسورد بتاعي هيثم، والباسورد بتاع اللوكال مش هقول لكم عليه طبعا، ولو اني حتى لو قلت لكم عليه مش هتعرفوا تخشوا لان ده لوكال، بس لازم تكون قاعد معايا في البيت عشان تاكسس على الهارد درايف ده. خلاص بقى هارد درايف ما بقاش ماي كلاود ولا بتاع. اد اكسس. دلوقتي انا هسيف بقى الاكسس بتاعي ده. هروح على الفولدرز وافتح ماي كمبيوتر، ما لقيتش حاجه. هفتح نتورك اعتقد يعني اوكي فتح معايا هنا في النتورك عندي اللابتوب بتاعي وانا ماي كلاود رقم الموديل بتاعه. هدوس دبل كليك عليه هلاقي يا جماعه حاجه جديده بقى ظهرت. دلوقتي هو فتح لي اللوكال، بقيت انا كده اقدر اكسس لوكالي اكنه زي الماي كلاود العادي، مش الماي كلاود هوم. الماي كلاود هوم ما تقدرش اكسس لوكالي، كان الاول الماي كلاود العادي تقدر تاكسسه كانه سيرفر موجود عندك في الشركه بتاعتك او في المكان بتاعك. بس الماي كلاود هوم اسهل شويه في التعامل مع الموبايلات، ستيبل اكتر يعني. المهم اللي حصل بقى ان انا استغنيت عن الماي كلاود العادي جبت الماي كلاود الهوم لانه كان سعته اكبر من الاولاني. الماي كلاود العادي كنت جايبه 1 تيرا بايت، ده لقيته 4 تيرا بايت، فاستغنيت عن الماي كلاود العادي وحطيت كل الداتا بتاعتي على الماي كلاود هوم بما انه اكبر ويقدر ان هو يتعامل مع الموبايلات بشكل افضل. هنا قال لي بقى دخل اليوزر نيم والباسورد اللوكال برضو
اللي انا لسه عاملهم دلوقتي، وهقول له ريمبر بقى. هنا هو فتح لي كل الداتا بتاعتي على النتورك العاديه. كده انا قدرت اكسس على الدرايف بتاعي، والحمد لله انه واضح ان هو زي ما هو، مفيش حاجه اتغيرت ولا حاجه اتمسحت. ارشيف الفيديوهات بتاعت اليوتيوب والفيسبوك، الحاجات دي كلها موجوده ما زالت الحمد لله. ولكن اتمنى من ويسترن ديجيتال انها تاخد خطوات سريعه في الموضوع ده، وتاكد لنا اوفيشيالي كده هل في ملفات اتسربت من عندنا ولا لا، هل حصل اختراق فعلا للشبكه بتاعتكم ولا لا، ايه سبب العطل ده وامتى هيتصلح بالظبط، وهل هيتكرر تاني ولا لا. والمفترض ان ويسترن ديجيتال تعوض المستخدمين عن الفتره اللي هم ما عرفوش يستخدموا فيها منتجات ويسترن ديجيتال اللي هم شارينها بفلوسهم. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو